السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. وفيديو جديد، والفيديو ديال اليوم غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. سفه بريستيج كتجي رائعه، كتجمع ما بين الملوحه والحلاوه، كتجي يا سلام يا سلام. ندوزو باش نشوفوا المقادير. بالنسبه للشرموله اللي غادي ندير في الدجاج، عندي 150 غرام ديال الزبده من الاحسن تكون نوعيه مزيانه. هنا عندي 4 الفصوص ديال الثومه. البنات غادي تسمحوا لي مع الشعه. هانتم 4 الفصوص ديال الثومه. هنا راه عندي الزعفران الشعره، ها هو كنت حاطه هنايا قبل. القامه غادي ندير معلقه صغيره ديال التحميره على حسب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم اللي غتخدموا بها. هنا عندي الابزار، عندي سكينجبير. كتعرفوا الدجاج كيتواتى مع سكينجبير، وبالخصوص هاد الوليمه هذه ما بين الحلاوه والملوحيه. هنا ندير معلقه مزيان، معلقه ديال ديال الخرقوم البلدي. ما بقاش ليا، خصني نعاود نمشي نطحنو. صافي غادي ندير مليحه، غير واحد النغيزه صافي. 2 معلقات ديال العسل، قشور ديال الليمونه. وحاولوا ما توصلوش لهذاك اللون الابيض باش ما يعطيناش المرونه. صافي هاد الليمونه ما غاديش نضيعوها، راه مازال غادي نعصروها. هنا غادي نخلط هاد الحشوه مزيان مع هاد العسيله هكا. مازال غادي نزيد اليازير، هنا غادي ندير اليازير. الا كان طري يكون مزيان ويكون احسن. هذا راه عندي انا غسله، ولكن راه باقي شويه ما كارمش بزاف باش يعطينا المذاق مزيان. صافي هنا غادي ناخذ الدجاج ديالي وغادي نبدا نشرملو وندخل. هنا خديت الفخيضات، هنا غادي نعمرو من الداخل بالزبده هكا باش يطيب ليا مزيان. صافي غادي نبدا نستفو، غادي نعمرهم كاملين من الداخل. كنكونوا غاسلين هاد الفخيضات. انا هنا درت الفخيضات كنكونوا غاسلينهم، وكان نحيدوا ديك القشره الجليده ديالهم، ماشي القشره. نخرجوها مزيان منهم، نحيدوا هذيك كيف ما تنقولوا ديك الخيوط اللي تيكونوا فيهم، ونقيوهم مزيان نخليوهم ينشفوا. هنا راه غاسلاه بالحامض والبصله. صافي ملي كيتنقى ليا ما كيبقاو فيه لا ديك الخيوط ديالو ولا والو، كيجي ساهل باش هاد الجليده كنكونوا ردينها هكا شويه اللور، كتجينا سهله باش كنعمروها هكا بهاد الطريقه هكا، وكنردوا عليه هاد الجلده ديالو باش كتبقى ديك العماره لداخل. صافي هنا من بعد ما ساليت غادي ناخذ هاد العريشات ديال غادي ندير لا بابي الومنيوم ولا والو. غادي ناخذ هكا ونحاول ندير بحال هكا، ندخل الجناب صافي، وغادي ندخلها الفران طيب على بوطه مهيله باش يطيب لي الدجاج. هنا البنات من بعد ما خرجته من الفران زدت عليه الطريفات ديال العود، خرجته خليته تغلى شي شويه، دابت ديك الزبده خرجته من الفران، درت عليه هاد الطريفات ديال الليمون، وغادي نعاود وقديت ديك المريقه درتها عليه من الفوق بالبانسو.
نوريكم باش تشوفوا مزيان. هاكو كنعاود نطلع هكا عليه مزيان مزيان باش ياخد اللوين زويون. صافي هنا غادي نعاود نرد هاد بابي كويسون وغادي نعاود ندخلو للفران. كيف ما قلت لكم الفران يكون مهيل باش يطيب فتي ويطيب على خاطر. بالنسبه للشرموله باش غادي نعسلو الدجاج، غادي ندهنو بها الدجاج. عندي 2 معالق ديال الزبده، ياك عندي 2 فصوص ديال الثومه، شويه ديال الازير طري وقشور ديال الليمونه. عندي هنايا غادي ندير عاوتاني قياس 2 معالق ديال الصوجه، ومن الاحسن تكون ديك اللي عاقده شويه باش كتعطينا القامه مزيان، المذاق مزيان. عندي هنايا 2 معالق ديال العسل، عندي عصير ليمونه. هذيك الليمونه انا ما ضيعتش، هذيك الليمونه اللي انايا حكيت ليها القشره ديالها. صافي نعصرها هكا. غنخلي ديك الصوص على جنب وغادي ندوز للصفه. غادي ناخذ الصفه، غادي نبسبسها بالزيت مزيان. صافي من بعد غادي نديرها تفور. كنخليها انا ثلث ساعه باش كتفور، عاد كنحيدها من فوق النار. صافي هذه الطريقه ديالي في الصفه، وتكون الجوده مزيانه ديالها. انا كنستعمل ديال الكنز. من بعد ما فارت ليا الفوره الاولى غادي ناخذ نحيد منها هاد الحامضه، ناخذ شويه الماء طايب ونديرو عليها من الفوق هكا. صافي هكا غير واحد 5 دقائق دير هكا عليها كامله. نديرها في الماء طايب هكا. صافي غادي نسقطرها، خليها تسقطر. صافي ونحيد هاد الماء هذا. الماء ونرش عليها. ما تخافوش منها الا تعجن بهذه الطريقه، راه ما كتعجن ما والو. هانتوما راه كتجي الحبه على اختها. باش غادي نعسلو الدجاج، غادي نخليها حتى تعقد ليا، تولي هاد المريقه خاتره ومعلكه. شوفوا راه كتطلع واحد الريحه ما بين الليمون والصوجه، يا سلام، والقشور ديال الليمون. ندير هاد الفوره الثانيه بما توجد ليا هاد التعسيله ديال الدجاج. بالنسبه للليمون اللي غادي نسوق به، غادي ناخذ 2 كيسان ديال الماء. هنا ما عندي قياس الماء قياس السكر. هنا راه عيني ميزاني، راه انا عارفه بانني راه غادي ندير 2 كيسان. صافي وغادي نديرو فوق البوطه حتى يغلى ليا مزيان ويذوب عليه هذاك السكر.
هنا ممكن تاخدو من عند اللي كيبيع لوازم الحلويات ليمون معسل، ولكن الا بغيتو توجدوه في الدار راسكم هذه هي الطريقه سهله. صافي نشفات ليا، هانتوما كي كتجي ما تتعجن ما والو، كتجي حبه على اختها. صافي هذه غادي نديرها للتفويره الاخرى. عندي غادي ندير معها الزبيب. هانتوما عندي الزبيب الاحمر ها هو انا مرطبه هنايا في الماء، غادي نديرو معها في الكسكاس باش تفور. هنا التفويره الاخرى صافي بما يوجد الدجاج ندير التفويره الاخرى باش يجي كلشي سخون، كلشي هو هذاك الماء. رطب ليا الزبيب، غادي ندير دابا هي الصفه التفويره الاخرى. شوفوا غادي ننصحكم بالصفه هذه ديال الكنز، ماشي اشهار، وما ما يحتاجونيش ندير لهم اشهار. واعره واعره كتجي باينه وما كتعجن ما والو. وديروهاش مسوسه، راه درت فيها الملحه ورشيتها في الماء مزيان وخليتها حتى نشفت ليا مزيان. هانتوما شوفوا الدجاج طلق ديك المريقه ديالو وديال الزبده، يعني راك شفتوا ما درتش فيه المرقه كاع. هنا هاد الصوص اللي درت معسله بوحدها غادي نبقى ندهن كل مره، نجبد هكا ندهن باش ياخذ واحد اللوين زويون، ياخذ اللون ذهبي، ياخذ اللوين وياخذ حتى المذاق. ملي كتاكلو تعطيو فيهم، تعطي فيهم هاد الصوصه، كتعطي فيهم واحد المذاق يا سلام يا سلام. صافي حتى نعاود عاوتاني نجبدهم ونعاود نتوما كنعاود ندهنهم ونعاود ندهنهم باش يعطي فيهم اللوين زويون. نقلبوهم، نقلبوا الفخيضات ديالنا. ها انتم تبارك الله، شوف ها انتم كيطلقوا لا ما لا والو، الفخيضات هما راهم طابوا. شوفوا شوفوا ليا هكا باش نتقبوهم هكا باش يدخل فيهم هاد الصوص في الداخل ديالهم. نعاود باش يجيونا بنانين. واحد الريحه راه ما نعاود لكمش عليها كي دايره، واحد الريحه راه من داك الشيء. صافي غادي نعاود نغطي عليه ونعاود ندخلو، وهاد العمليه نعاودوها 3 المرات حتى ل4 المرات حتى نوصلوا للوين اللي بغينا. سخونه ديال الفخيطات من بعد ما خرجتهم كيجيو معسلين مع ديك المريقه ديالهم اللي كيطلق الدجاج مع الليمون، كيجي المذاق يا سلام. شي حاجه اللي مغيره على داكشي اللي كنديرو دائما. وتيقوني جربوا هاد الوصفه راها كتجي بنينه وشي حاجه طوب طوب طوب. شوفوا لي غير من النظر واللون هائل. دابا ندوزو باش نديرو في طبق التقديم. هنا المريقه اللي طابت لي على الدجاج ما كنضيعهاش، هنا راه كنديرها فوق، نسقي بها الشعريه، كنزيدها على ديك الصوص اللي انا درتو على الدجاج التعسيله. صافي نخليها باش منين ندير الشعريه نسقيها بها، كنخلطها مع ديك الصوص اللي فيها الصوجه
شكون اللي غادي جاي؟ شكون اللي غادي جاي؟ غادي ندير اللويزات من هنا. بطبيعة الحال راه انا محمراه في الفران، وهنا الليمون اللي انا عسلت راه انا درت له دوزته في البيسطاج باش يعطيني النظر. وبطبيعة الحال غادي نفينيو شي شويه باش المنظر يكون زوين. وهنا الشكل النهائي ديال السفا بالدجاج معسل. هذا هو الشكل النهائي ديالها. الصراحه كتجي رائعه وهائله وشي حاجه اللي هي جديده بريستيج ديال تحميره الوجه مع العائله ديالك ولا مع في دارك ولا مع والديك ولا مع خوتك، كتجي رائعه بزاف بزاف بزاف. هانتوما شوفوا لي الشكل وقولوا لي في التعاليق كي جاتكم هاد الوليمه ولا هاد الوصفه ديال الشعريه. يلا اللي داق يقول لي كي جاتو في المذاق. واعره جات زوينه. الا جات ديروا شويه مريقه اللي جاتو ناشفه. الله يعطيك الصحه وصافي. واعره كي جاتك الصفه واعره. هذه صفه بريستي شي حاجه جديده. خليني من الصفه العاديه ديالنا، ما ديوش على الشكل على زيف حياتي. راه باش نوجد هذا الطبق هذا ونقدمه لكم ونقدمه ليهم. هذه باش نقاد ما يمكنش، ما خصني نقاد هكا ولا نقاد هكا. واعره اسمعني. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه بالمعقول. الله يعطيك الصحه اللي غادي تجي تسويها ليا في الدار. فين مغربي فيها فرق بكر ولا فرق. واعره المذاق. تتحمق المذاق يا سلام. تتحمق. اسمعني. هذه بدقتني مو عارف. واعره. عطي فيها المذاق ديال الليمون. سمع. اسمعني. هائله. قرب لامي. البنات مرحبا بك. ما حلواش وما مالحاش، توازنه فيها المذاق الليمون، جات تتحمق. طيب ما تعجبنيش. صح، تستحق انكم تجربوها.